النهارده ضيفتي ريهام كلاكيت تاني مرة سنتين بعد العملية. هي حابة تحكي من بعد سنة من العملية ايه اللي حصل في السنة التانية دي. ممكن بقى انت تحكي الناس انت نكمل عاملة ايه الحكاية بقى. بالظبط كده. أنا كده النهاردة بكمل 2 وشهرين من العملية. المفروض ان احنا مش بس العملية في ان احنا فكرتها ان احنا نخس ونوصل للشكل اللي احنا عايزينه، وبعد كده الدنيا تفتح مننا صح ونبوظ الدنيا من تاني. حضرتك المقولة بتاعتك في دماغي دايما، يعني احنا بنعمل تكميم للعقل دايما، ايوه مش بالظبط للمعدة. صح ان انا احافظ على الاكل اللي باكله، كمية ما تزيدش عن حدها، لان طبعا بعد العملية انا كتجربة بقى من حد عامل العملية، امكانية ان المعدة بتستقبل، اكيد طبعا الدنيا بتبقى ارتاحت، الالم والنقطة ساعات الترجية اللي بيحصل او كده او الرفض ده، الدنيا بتبقى ابسط بعد السنتين طبعا. عشان كده دايما بقول ثبتي كمية الاكل. ان انا احدد كميه وجبتي، ليا مواعيدي في وجبتي، نقنقه عماله على بطال دي. لا احنا دي دايما بقول ان كارثه. احنا ناكل كل 4 ساعات. صح برافو عليكي. فنقطه ان احنا نسمع كلام دكتورنا ونحفظه ونمشي عليه، دي شاطرة بتفرق قوي، ان انت تحافظ على الحاجه اللي وصلت لها، اهم من ان انا اعمل وما ما كسبتش حاجه غير بعد كام سنه ارجع للي كنت عليه، بل صح الوضع برافو هيبقى عليك. اسوأ.